في مدينة لوبيك الهادية في شمال ألمانيا الغربية، كانت ماريان باخماير ست في أوائل الثلاثينات بتحاول تبني لنفسها وللبنت الصغيرة بتاعتها آنا اللي عندها 7 سنين حياة كويسة وشريفة. ماريان ما كانتش بس دي كانت الدنيا كلها لآنا، وبالرغم من الظروف الصعبة اللي كانت فيها واللي عاشتها وهي ست لحالها بتدير حانة وبتكافح كل يوم، كانت علاقتها ببنتها مليانة حب وحنية وأمل. لكن صباح يوم 5 مايو 1980 كل حاجة اتقلبت فجأة. حصلت خناقة بسيطة بينها وبين بنتها قبل ما تروح المدرسة، زي ما بيحصل في بيوت كتير. بس آنا اللي كانت طفلة حساسة زعلت وقررت ما تروحش المدرسة اليوم ده. خرجت من البيت من غير ما تقول لحد، وهي مش عارفة إنها مش هترجع تاني. في اليوم ده اختفت آنا، وماريان دورت عليها بجنون بس ما لقتهاش، لحد ما وصلها الخبر اللي كسر قلبها. طلع إنه آنا كانت ضحية جريمة بشعة عملها أحد جيرانها اسمه كلاوس جرابوفسكي، رجل عنده 35 سنة وعنده سجل قديم في الاعتداء على الأطفال. كان متعالج قبل كده عشان مشاكله، بس كان مخبي حاجات خطيرة عن الحكومة. خطف البنت واحتجزها في بيته ساعات طويلة، وبعدها قتلها بطريقة بشعة، وبعدها خبى الجثة في صندوق ورماها جنب الغابة. اتكشف الموضوع لما شريكته بلغت الشرطة بعد ما شافت اللي عمله. لما عرفت ماريان حست إنه الدنيا وقفت، ما قدرتش تصدق إن بنتها الوحيدة النور اللي منور حياتها راحت منها بالقسوة دي. بس اللي أصعب من الفقدان هو اللي حصل بعدين في المحكمة. لما بلشت محاكمة كلاوس كانت ماريان بتحضر الجلسات ومتحملة، لكنها كانت بتشوف المحامين وهم بيحاولوا يبرروا اللي عمله المجرم ده، وبيحملوا جزء من الغلط للطفلة عشان يخففوا الحكم عليه. ووقتها حست إنه العدل بيضيع، وإنه وجعها مش معترف بيه قدام الكل. وفي اليوم الثالث من المحاكمة ما قدرتش تستحمل أكتر، دخلت قاعة المحكمة وهي مخبية في شنطتها مسدس صغير. كانت تبين هادية من برا، بس جواها كان في عاصفة. ولما بصت للرجل اللي خطف منها بنتها للأبد، أخدت القرار اللي غير حياتها كلها. وقفت ووجهت له المسدس وضربت نار، ضرباته ب6 رصاصات ووقع في ساعتها. بعدها نزلت ايديها وفضلت واقفة من غير حركة مستنية الشرطة، ما حاولتش تهرب ولا أنكرت اللي عملاته. ولما سألوها بعد كده ليه عملتي كده، قالت جملة فضلت محفورة في تاريخ ألمانيا: عملت ده عشانك يا آنا. اتحكمت بتهمة القتل غير العمد وحيازة سلاح من غير ترخيص، وبالرغم من انه الحكم كان 6 سنين خرجت بعد 3 سنين وبس، عشان قصتها خلت الناس تتعاطف معاها، وفتحت نقاش كبير عن معنى العدل وعن الأم اللي فقدت بنتها بالطريقة البشعة دي. بعد ما خرجت بعدت عن الإعلام وعاشت كم زمان في غانا وبعدها في إيطاليا، وهناك اكتشفوا إنه عندها مرض خطير، فرجعت لوطنها لوبيك. وهناك بعد سنين من الألم خلصت حياتها سنة 1996 وهي عندها بس 46 سنة. وفي الآخر اتدفنت ماريان جنب بنتها آنا. الأم وبنتها سوا من تاني بعد فراق موجع. قصة ماريان باخماير مش مجرد حكاية جريمة ومحكمة، دي قصة قلبها اتكسر من الفقد، وقصة غضب الناس من مفهوم العدالة وحدود الألم البشري. وبتسأل سؤال مهم: هل العدل اللي ما فيهوش مشاعر كفاية لما البراءة بتتقتل؟